السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن مشاكل بتدمر بطارية موبايلك زي طريقة الشحن الخطأ، وهنقول ايه هي الطريقة الصحيحة وعد دورات شحن وهمية وايه تأثيرها واخطاء تانية كتير. لكن لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس، لان الفيديو ده ضمن سلسلة اسمها اخطاء بتدمر موبايلك، اكيد هتفيدك. يلا بينا. اول طريقة وهي طريقة الشحن الخطأ، هو الشحن طوال الليل. يعني ايه الشحن طوال الليل؟ حضرتك لو عندك شغل الصبح او بتيجي قبل ما تنام بتسيب الموبايل على الشاحن. وخلينا نوضح مع بعض ايه اسباب ان الطريقة دي خطأ، وخلينا نوضحها مع بعض عشان كلنا نكون مقتنعين ليه هي خطأ. الموبايل نفسه بيكون، وليكن مثالا حضرتك ظابط الاعداد على 80% او 100% زي ما حضرتك عامل الاعداد بتاع موبايلك. الموبايل هيوصل ل 100% كنسبة شحن. مجرد ما الموبايل يوصل ل 100% كنسبة شحن، حضرتك طبعا هتقول ان الموبايل هيفصل شحن اوتوماتيك، وانا معاك ومؤيد ليك في النقطة دي. الموبايل هيفصل شحن اوتوماتيك، وبعد ما يفصل شحن اوتوماتيك عندك الشبكات، الموبايل بيعمل بحث عنها عشان يحضر شبكات طول الوقت في الموبايل، وبكده الموبايل بيستهلك طاقة. ولما يستهلك طاقة الموبايل، هيضطر الموبايل نفسه عشان بيستهلك طاقة هينزل من 100% ل 99%. بكده الشحن هيشتغل تاني. تمام كده، يبقى احنا متفقين ان الموبايل لما يوصل ل 100% هيفصل شحن، بس هو اوريدي طبيعي وحضرتك نايم نزل ل 99%. فالموبايل كده اشتغل تاني. ولما يشتغل تاني بقى، المشكلة الأكبر بتأثر على الشاحن نفسه، لأن الشاحن كده بيكون شغال طول المدة دي، ما بيلحقش يبرد، والمكثف بتاع الشاحن نفسه كده بيتأثر. ومع الوقت لو شحنك وليكن مثلا بقدرة 45 واط، هتلاقيه مع الوقت ما بقاش يديك السرعة المطلوبة أو سرعة الشحن اللي هي من الشاحن نفسه. وخلينا نوضح أكتر إيه هي المشكلة دي مع البطارية نفسها مش مع الشاحن. المشكلة دي مع البطارية نفسها هتعد عندك دورة شحن وهمية، لأن البطاريات الحديثة كلها وفي الموبايلات الحديثة بتعد دورات شحن وليها عمر معين مع دورات الشحن. وبكده بيكون عندك دورات الشحن دي كده هو وصل ل100%، فعدي معاك دورة شحن لأنه الموبايل نفسه وصل ل100%. وبكده يكون انت سببت ان الموبايل نفسه بيعد دورات شحن وهمية للموبايل، ودي بتأثر على عمر البطارية مع الوقت. اما بقى بالنسبة للشاحن، لو حصل معاك قبل كده وجهد الشاحن قل معاك عشان انت بتسيبه طول الليل، يا ريت تسيب لي ده في كومنت، خلي الكل يستفيد. المهم، عندك بقى في الهواتف الحديثة أو بعض الهواتف في حاجة اسمها الشحن الليلي المحسن. الشحن الليلي المحسن ده حضرتك لو بتضطر تشحن طول الليل، فعل الخاصية دي، لكن هي مش موجودة في معظم الهواتف يعني. فلو انت حضرتك مضطر تشحن طول الليل، يا ريت تفعل خاصية الشحن الليلي المحسن. وايه هي خاصية الشحن الليلي المحسن؟ خاصية الشحن الليلي المحسن دي في بعض الهواتف اللي موجودة فيها، بيكون الموبايل نفسه، طبعا حضراتكم عارفين ان الموبايلات حاليا ذكية جدا جدا جدا، فبتكون عارفة حضرتك بتمسك الموبايل امتى وبتسيبه امتى. فهي الخاصية دي اول ما حضرتك بتيجي تسيب الموبايل وبتنام، طبعا الموبايل بيكون حافظ حضرتك بتنام الساعة كام، فالموبايل نفسه بيفصل شحن اوتوماتيك. وقبل ما حضرتك، لو المنبه بتاعك مثلا بيضرب كل يوم الساعة 6 الصبح، او انت بترفع الموبايل من مكانه كل يوم الساعة 6 الصبح، الموبايل نفسه هيفهم لو هو هيشحن من الساعة 5 للساعة 6 هيكون الموبايل شحن. اوريدي الموبايل هيشغل الشاحن اوتوماتيك الساعة 5، عشان لما حضرتك تصحى الساعة 6 هيكون الموبايل بكده تم شحن. لكن الخاصية دي زي ما انا قلت مش موجودة في كل الهواتف، ولو مش موجودة في موبايلك يا ريت تسيب لي نوع موبايلك في كومنت. اما بقى الخطأ التاني وهو الشاحن بشاحن غير اصلي او شاحن رديء. مش معنى الكلام ده ان شحنك وحش، بس لما تروح تشتري شاحن، اشتري شاحن كويس من حد ثقة. واهم حاجة تركز عليها هي الوات بتاع الشاحن، لانه مهم جدا في عمر البطارية. معظمنا بيكون فرحان للشحن السريع، لكن ده مشكلة كبيرة جدا في البطاريات والهواتف الحديثة، لان معظم الهواتف الحديثة بيكون ليها جهد معين للشحن. بمعنى اوضح، خلينا اوضح لك اكتر. لو موبايلك بيدعم شحن سريع 45 واط ورحت مكان واضطريت تشحنه، اشحنه على شاحن اقل من 45 واط. لو متوفر ال 45 واط يكون ده شيء جميل، لكن لو مش متوفر خليك اقل. وده ليه بقى؟ هقول لك على ليه السبب. لان حضرتك الموبايلات الحديثه زي ما انا قلت بيكون ليها جهد معين، فحضرتك لما بتشحنه على شاحن 90 واط والموبايل نفسه
الجهد بتاعه اللي بيدخّله للبطارية 45 واط، أنت كده بتكون سبب في انتفاخ البطارية، وأكيد معظمنا مَر بالمشكلة دي، ولمّا البطارية بتتنفخ أكيد بتهرّب معاك شحن وبيحصل لك مشاكل وبتضطر تغيّر البطارية، بل ممكن الشحن الأسرع من البطارية يوصّلك للأسوأ. لكن في خَط معيّن بيكون مضطر إنه يعني شُغلته في الموبايل نَفْسه وفي المعالج الموبايل بيقرا الجهد بتاع البطارية. حضرتك لو اديته أكتر من مرّة، يعني مش شرط مرّة أو 2، ممكن يكون حد منكم جرّب والموضوع عدّى معاه من مرّة أو 2، لكن صدقوني مع تكرار العملية هيأثّر على البطارية. وكمان التأثير الأكبر بقى لو حضرتك بتشحنه على شاحن أسرع من طاقته بكتير وبتكرر العملية دي كتير، ممكن الخط المسؤول عن قراءة جهد البطارية ده يعمل لك مشكلة في المعالج نفسه. بعد كده لو جيت تغيّر بطارية، البطارية هتتنفّخ منّك أسرع حتى لو مركّب بطارية أصلية. وأنا محتاج من حضراتكم comment تسيب لي فيه، هل كده الشرح إن أنا باشرح السبب، يعني مثلًا هاقول لك ليه تستخدم الشاحن الأقل في الوات، فهل كده إن أنا باقول لك السبب والّا أفضل، والّا أختصر السلسلة بدون شرح أسباب أفضل؟ والمشكلة اللي أنا باتكلم عنها، يعني أنا أسلوبي ده حابب أوضّح لك ليه أنا باتكلّم عنّها، لإن في ناس هتقول لك مرّت بيّا وأنا جرّبت وما حصلش معايا حاجة. وكمان خلّينا نكمّل مع بعض، وكمان عندك الشاحن بشاحن السيارة ده مشكلة لوحده، وده عايز شرح لوحده عشان أفسّر لك ليه شحن السيارة بيكون هو مشكلة كبيرة جدًا، وهاشرحه لك في الفيديو الجاي. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة، وسلسلة أخطاء بتدمّر موبايلك أكيد هتستفاد منها.